السلام عليكم. من زمان وانا بسأل نفسي ليه في ناس اذكياء وناس اغبياء، على الرغم من اننا كلنا عندنا نفس المخ، ورغم كده الفرق في الذكاء بيبان بوضوح. في الفيديو ده هشرح لك الموضوع بطريقة بسيطة وواضحة، وفي نهاية الفيديو هتعرف اذا كان الذكاء مجرد حاجة وراثية او مكتسبة، وازاي تطور من ذكاء. من غير كلام كتير عشان وقت الفيديو، جهز قهوتك واشترك في القناة ويلا بينا نخش في الشرح على طول. الأسباب الرئيسية في التأثير على نسبة الذكاء الوراثة والجينات. 50% من الذكاء بيكتسب بالوراثة، مع العلم إن في عوامل كتير بتساهم في تحديد مستوى الذكاء، ولكن من أهمها الوراثة. الحكاية دي بدأت من زمان مع قصة مانديلا، الراهب النمساوي اللي اكتشف قوانين الوراثة في القرن ال19. مانديلا لاحظ إن الصفات بتنتقل من جيل لجيل من خلال الجينات، وده بينطبق على الذكاء كمان. الدراسات بتقول إن حوالي 50% من الذكاء بتتحدد بالوراثة، يعني لو عندك اهل اذكياء احتمال كبير تكون ذكي برضه زيهم. تاني حاجه البيئه والتربيه. تخيل معايا كده طفل بيتربى في بيئه مليانه تحديات زي اينشتاين، لما كان صغير اهله كانوا بيشجعوه يسال ويتعلم. البيئه المحفزه دي خلت منه عالم عبقري. التربيه اللي احنا بنتلقاها من واحنا صغيرين ليها تاثير ضخم على ذكائنا. التعليم، الالعاب، القراءه، وحتى المناقشات اليوميه بتساهم في تطوير الذكاء بطريقه رهيبه. تالت حاجه بتاثر على الذكاء التجربة والخبرات. الخبرات والتجربة بتشكل ذكاء الإنسان. ومعانا قصة إديسون المخترع العظيم، مثال رائع. إديسون فشل آلاف المرات قبل ما يخترع المصباح الكهربائي. التحديات اللي واجهها علمته يفكر بطريقة مبدعة ومختلفة، بيحل المشاكل اللي بتقف قدامه في الحياة اليومية. والشغل والهوايات كمان بتساعد كتير في تشكيل ذكائك. رابع حاجة التغذية والصحة. وزي ما في مثل بيقول العقل السليم في الجسم السليم، عشان كده التغذية الجيدة والصحة العامة ليها تأثير مباشر على قدراتك العقلية. في قصة ليوناردو دافنشي، كان فنان وعالم ومخترع، واهتم جدا بصحته وتغذيته. الأكل الصحي وممارسة الرياضة والنوم الكافي بيساعد جدا على تحسين الذكاء. الذكاء ليه أنواع مختلفة. الذكاء مش حاجة واحدة بس، عندك ذكاء لغوي زي شكسبير، وذكاء رياضي زي إسحاق نيوتن، وذكاء اجتماعي زي مارتن لوثر كينج. كل واحد عنده نوع من الذكاء بيتميز بيه، والقصص التاريخية مليانة بأمثلة لأشخاص كتير عندهم طرق مختلفة من الذكاء. في النهاية الذكاء مش مجرد حاجة وراثية أو مكتسبة، ده مزيج من الوراثة والبيئة والتجربة والتغذية والأنواع المختلفة للذكاء. وفي قصص لناس عظيمة جدا بتحكي الظروف دي وإزاي طوروا من ذكائهم. أتمنى يكون الفيديو شد انتباهك ووضح لك الأسباب اللي بتخلي في ناس أذكياء وناس أقل ذكاء. وما تنساش الاشتراك الجميل، ونتقابل في الفيديو الجاي. سلام.